ولكن المشكلة إنه أوقات كمان الذكريات، سواء الذكريات الوحشة أو الذكريات الحلوة، بنستخدمها بطريقة غلط. الذكريات الوحشة بنستخدمها بطريقة غلط إزاي؟ تقعد تعيد وتزيد فيها فتخوف نفسك وتخلي الذكريات دي بتتحكم فيك. فمثلا هو في الآخر الذكرى بتفضل على فكرة تصغر، يعني كل ما الوقت يعدي بتفضل تصغر، وفي الآخر بيتبقى لك منها رسالة. فأنا مثلا دخلت تجربة معينة وطلعت برسالة إن أنا شخص لا يستحق الحب. فالذكرى التجربة اللي هي قعدت 2-3 هي طلعت لي إن أنا شخص لا يستحق الحب، فابدأ سلوكياتي كلها تثبت إن أنا شخص لا يستحق الحب. سهلة وبسيطة، ما فيهاش أي حاجة. فمن أهم الحاجات الرسالة اللي انت طلعت بيها من كل ذكرى. احنا اوقات بنطلع برسائل بتوجع قوي، وبنقعد نستغرب ايه ده، طب ما ليه؟ يعني في ناس على فكرة عاشت حاجات اصعب مني بكتير وعدت منها عادي. ما هي عدت منها عادي عشان هي اتعلمت منها. الرسالة اللي عندها، مش يعني الرسالة اللي جات لها من الذكريات دي ومن التجارب المؤلمة دي كانت كلها حاجات إيجابية وما فيهاش حاجات سلبية على نفسها. يعني هي مش شايفة مثلا إنه العلاقة دي فشلت بسبب إن أنا شخص لا يستحق الحب أو بسبب إن أنا شخصية مش كويسة. هي مش بتشوف كده. هي عادي ممكن تكون شافت أنا اتعاملت غلط في الشيء الفلاني، ولا بس الشخص برضو التاني كان غلطان في كذا كده، فتبدأ تتعلم من التجربة دي، فتخلي الذكريات علمتها وسابت لها رسالة مهمة في حياتها، هي اللي بنت لها ذكريات أحلى فيما بعد، مش العكس.